نهاية نتنياهو. هاد الجملة اللي كتشوفوها قدامكم في الصورة المصغرة ماشي مجرد عنوان اليوتيوب أو لا توقع عشوائي. هادي قراءة في خارطة طريق جديدة كترسم في كواليس القرار الدولي. اليوم غادي نكشف لكم علاش هذا الرجل اللي كان كيعتبر راسو ملك إسرائيل ولا دابا عبء على حلفائه قبل أعدائه، وعلاش المغرب بقيادة الملك محمد السادس كيتعامل مع هذه اللحظة ببرود استراتيجي كيدل على أننا أمام ترتيبات ما وراء الستار. بقوا معنا حيث اللي جاي ماشي غير أخبار، هذه تفاصيل ديال لعبة شطرنج كبار ومستقبل المنطقة كله كيتلعب في هذه اللحظة. ما يمكنش نتكلموا على نهاية نتنياهو بلا ما نحلوا فخ التوقيت. بزاف كيحساب ليهم نتنياهو غادي يخرج بقرار ديمقراطي، ولكن الحقيقة المرة اللي كيكشفها تحليل التحركات الاستخباراتية هي أن الرجل محاصر في غرفة مغلقة. واش عارفين باللي كاين ضغط دولي غير مسبوق، ماشي على قبل الحرب ولكن على قبل ما بعد الحرب. كاين سيناريوهات كتحاك دابا في واشنطن وكتوصل للرباط كمعطيات استراتيجية كتأكد باللي نتنياهو ولا كيشكل خطر حتى على استقرار حلفائه اللي كان كيفتخر بهم. هذا الرجل خسر الورقة ديال الرجل الذي لا يقهر ولا العبء الذي لا يحتمل. وماشي غير هذا الشيء، كاين واحد التفصيل صغير في الصورة اللي حطينا كيبين باللي كاين طرف ثالث في اللعبة كيراقب بصمت. إلا بغيتي تعرف شنو هو التحرك اللي كيخلي واشنطن تعطي الضوء الأخضر لإنهاء مساره المهني، خليك معايا حيث اللي جاي غادي يغير نظرتك لهذا الصراع بالكامل. كثير من الناس كيسحب ليهم باللي رجوع ترامب إلى وقع غادي يكون هو طوق النجاة لنتنياهو، ولكن هنا فين كاين الخدعة الكبرى. تقارير اللي كتسرد من دوائر القرار المقربة من الحزب الجمهوري كتقول العكس تماما. ترامب بأسلوبه البراغماتي كيشوف نتنياهو فرصة ضائعة ومسؤول على فشل ذريع في إدارة ملفات كان ممكن تحسم لصالحهم. المغرب اللي كيعرف كيفاش يقرا هاد التغيرات قبل ما توقع واجد لهذا السيناريو. كاين قنوات تواصل سرية كتحلل الطلاق اللي غادي يوقع بين ترامب ونتنياهو في حال فوز الأول. السؤال اللي كيطرح راسو بقوة دابا، واش نتنياهو غارق في أوهامه؟ وكيفاش غادي تكون ردة فعل اللوبي الصهيوني في أمريكا ملي يلقاو راسهم مجبرين يختاروا بين ترامب وبين نتنياهو المحروق؟ الجواب كاين في واحد الصفقة سرية كتدور دابا في دهاليز الخارجية غادي نهضروا عليها في الفقرة الجاية. ملي كتسمع باللي كاين زلزال سياسي في إسرائيل، أول حاجة كديرها كمتتبع ذكي هي تشوف الرباط. المغرب عمرو كان متفاعل مع الأحداث السطحية، ديما كيخدم بمنطق الهدوء الذي يسبق العاصفة. هذا الصمت المغربي بخصوص نهاية نتنياهو ماشي صدفة، كاين ملفات استراتيجية من ضمنها ملف الصحراء المغربية والتعاون الأمني الإقليمي اللي كيتخدم عليها بذكاء خارق. المغرب ماشي غير متفرج، بل هو لاعب كيرتب البيت ديالو على أساس أن نتنياهو رحل أو سيرحل قريبا. كاين معطيات كتقول باللي الدبلوماسية المغربية فتحت قنوات مع البدلاء المحتملين في تل أبيب بلا ما يحس نتنياهو. واش بغيتي تعرف كيفاش المغرب كيقدر يحافظ على مكاسبه الوطنية حتى في وسط الفوضى السياسية ديال الآخرين؟ هادشي اللي غنحلوه دابا، وكيفاش التنسيق الاستخباراتي هو اللي كيحمي بلادنا من أي تقلبات. نتنياهو كان كيعول على الجدار الحديدي ديال الاستخبارات باش يبقى في السلطة، ولكن دابا هاد الجدار كيتشقق من الداخل. كاين صراع خفي بين الموساد وبين مكتب رئيس الوزراء، صراع كيوصل لتبادل التهم بالخيانة العظمى. المغرب بحكم علاقاته الدولية الواسعة عنده آدام صاغية داخل هذه الأجهزة. المعلومة اللي عندي لكم دابا واللي ما غتلقاوهاش في القنوات الرسمية هي أن هناك انقسام عمودي داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بخصوص بقاء نتنياهو. كاين جنرالات كيقولوا باللي هذا الرجل كيبيع أمن إسرائيل باش ينقذ كرسيه. هذا التناقض هو اللي كيجعل سقوط نتنياهو مجرد مسألة وقت. ولكن شنو هو الثمن اللي غادي تدفعه المنطقة من اللي يطيح هذا الرجل؟ وهل المغرب واجد للتعامل مع فوضى الفراغ اللي غادي تخليها حكومة ضعيفة في تل أبيب؟ نتنياهو كيتخيل راسو كيحكم دولة، ولكن في الحقيقة هو كيحارب دولة عميقة داخل إسرائيل متمثلت في القضاء، الجيش ورجال الأعمال. هاد الدولة العميقة قررت باللي نتنياهو خصو يمشي، وخدامين بسيناريوهات اغتيال سياسي قانوني. هاد الصراع الداخلي كيشبه بزاف الأفلام الهوليوودية، ولكن الفرق هنا أنه حقيقي ومؤثر على مصير المنطقة.
المغرب بذكاء كيرقب هذا الصراع وكيبني تحالفاته على أساس من سيحكم غدا ماشي من يحكم اليوم. كاين معلومات استخباراتية كتقول باللي كاين تيار جديد داخل إسرائيل كيطمح لإصلاح العلاقات مع القوى الإقليمية، والمغرب هو البوابة الوحيدة لهذا التيار. واش تقدر تتخيل معايا إلى طاح نتنياهو وجاو ناس أكثر واقعية؟ كيفاش غادي تأثر هذه الحركة على القضية الوطنية ديالنا؟ الجواب عنده علاقة بملف الاعتراف اللي غنفتحوه دابا. بزاف كيسولوا إلا مشى نتنياهو واش غادي تراجع الاعتراف بالصحراء المغربية؟ هنا فين كتجي الخبرة المغربية. الاعتراف الأمريكي والاعتراف الإسرائيلي بالصحراء المغربية ماشي قرارات ديال الشخص، هذه قرارات ديال الدول، وهذا الشيء اللي ما كيفهموش الخصوم. كاين اتفاقيات ومواثيق دولية ملزمة، ولكن فوق منها كاين مصالح استراتيجية للمغرب في إسرائيل والعكس صحيح. نتنياهو كان كيحاول يلوح بعض الورقة باش يبتز العالم، ولكن دابا هاد الورقة ولات كتقلب ضده. المغرب عنده خطة باء وخطة جيم لكل سيناريو. كاين تواصل مباشر مع أطراف داخل القرار الإسرائيلي كتأكد باللي ملف الصحراء هو خط أحمر دولي لا يمكن المساس به. ولكن شنو هو الشيء اللي كيخلي هذا الاعتراف محصن ضد أي تغيير حكومي؟ هذا الشيء اللي غنكتشفوه في الفقرة الموالية، واللي غادي يخليكم تنبهروا بعبقرية الدبلوماسية المغربية. لا تظن للحظة أن نهاية نتنياهو هي صدفة. هذه نتيجة ديال ضغوط لوبيات دولية وشركات سلاح وتكتلات مالية كتشوف نتنياهو عائق أمام مصالحها. المغرب عبر عقود من الزمن تعلم كيفاش يحمي راسه داخل هذه اللعبة الكبيرة. احنا ما كنتحكموش في العالم، ولكن كنتحكموا في موقعنا داخل هذا العالم. كاين معلومات كتدور في أروقة الأمم المتحدة وباريس كتشير باللي المغرب كان من أوائل الدول اللي قرأت السقوط الوشيك لنتنياهو وبدات في تكييف سياستها الخارجية. هذا التكييف ماشي غير سياسي، بل هو أمني واقتصادي. واش بغيتوا تعرفوا السر اللي كيجعل المغرب ديما رابح في كل تغيرات المنطقة؟ السر ماشي في الحظ، السر في الاستباقية. ولكن كاين واحدة الشخصية مؤثرة جدا غنذكر سميتها في الفقرة الجاية، هي اللي كتسحب البساط من تحت رجلي نتنياهو دابا. كاين شخصيات في إسرائيل دابا ما كيهدروش في الإعلام، ولكن هما اللي كيسيروا الدفة. نتنياهو ولا دمية في يدهم وهما قرروا أنه انتهى. هاد اللاعبين الخفاء عندهم تواصل مع الرباط وعندهم قناعة باللي المغرب هو الشريك الإقليمي الوحيد اللي يقدر يضمن استقرار المنطقة في مرحلة ما بعد نتنياهو. هادشي ماشي كلام فارغ، هذه تقارير دقيقة كتربط مصالحنا الوطنية بهذه التغييرات. علاش هاد الناس كيعولوا على المغرب؟ لأنهم عارفين باللي المغرب دولة ذات سيادة كلمتها وحدة وماشي تابع لأي أجندة. نتنياهو كان كيحاول يخلط الأوراق، ولكن اللاعب الخفي قرر يرجع الأمور لنصابها. شنو غيوقع ملي يخرج هاد اللاعب الخفي للعلن؟ وكيفاش المغرب غادي يستافد من هاد الصراع الجديد؟ هادشي اللي كيبني التشويق ديال الحلقة ديالنا. نتنياهو ما كانش غير مشكلة إسرائيلية، كان مشكلة إقليمية. سقوطه يعني إعادة ترتيب الأوراق في كل المنطقة، من الشرق الأوسط حتى لشمال إفريقيا. الجزائر اللي كانت كتحاول تستغل هذا الصراع غادي تلقى راسها أمام واقع جديد، واقع فيه شريك إسرائيلي جديد أكثر واقعية وأقل عدائية وأكثر التزاما بالاتفاقات. هذا التغيير غادي يقلب الطاولة على الخصوم. المغرب كيشوف هذه الفرصة بعين الترقب والتحضير. كاين استعدادات ميدانية ودبلوماسية كتتم في الخفاء. واش عارفين باللي المغرب دابا كيوجد لوحدة تحالف إقليمي جديد غادي يكون نتنياهو هو أول ضحاياه؟ إلا بغيتي تعرف شنو هو هذا التحالف وكيفاش غادي يغير موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط، ما تحركش من بلاصتك، حيث هذه المعلومة هي مفتاح الحلقة. وصلنا لهاد المرحلة وهنا فين كيبان الفرق. بزاف ديال الناس كيسولوا شنو غيوقع غدا؟ الإجابة هي المغرب هو اللي غيقرر. نهاية نتنياهو ماشي هي نهاية العالم، هي بداية مرحلة جديدة كيكون فيها المغرب في موقع القوة. الرباط ولات قبلة للجميع والكل كيسول شنو كينصحنا المغرب. احنا ماشي في موقع ضعف، احنا في موقع صانع القرار. نتنياهو غير واحد الرقم في معادلة كبيرة، والمسؤولين المغاربة عارفين كيفاش يغيروا هذه المعادلة لصالح بلادنا. ما تظنوش أنكم عرفتوا كل شيء، هذا الشيء اللي قلت دابا غير راس الجبل.
الحقيقة الكاملة كتحتاج متابعة دقيقة لكل حركة، لكل تصريح ولكل همسة في أروقة السياسة. المغرب ماشي مجرد متفرج، المغرب هو اللي كيكتب التاريخ في هذه المنطقة. خليكم ديما متبعين، حيث اللي جاي غادي يكون أكثر إطارة وأكثر قوة وأكثر صدمة.